انا عايزه اخلف، صدقني انا محتاجه اخلف. انا مفيش اي حاجه بعملها في يومي ولا في حياتي. ايه مشكلتك ان انت تلبي لي رغبه زي دي؟ يا حبيبتي اصبري اظبط ظروفي، واول ما ابقى انا مستعده هاجي اقول لك يلا بينا نخلف بنفسي. ظروف ايه تاني اللي انت عايز تظبطها؟ عايز نستنى ايه تاني؟ كنا عايشين في ايجار، قلت لي استني يبقى عندي شقه ملك، والحمد لله عايشين في بيت ملك ومش ناقصنا حاجه. جيت اقول لك يلا نخلف، استني لما نركب عربيه عشان ما نشحططش الولاد معانا، والحمد لله ركبت العربيه اللي انت نفسك فيها. يلا نخلف، استني لما اترقى في شغلي عشان اترستق وتبقى اموري كلها كويسه، والحمد لله وصلت اللي انت عايزه. انا كبرت، انا عمري بيضيع مني، انا عايزه الحق اخلف. بقول لك ايه، ما تقعديش تتكلمي كتير. عايزه تحملي احملي، والخلفه انا مش منعك عنها. هو بعد كل الحجج والاعذار بتاعه تاجيل الخلفه دي بقيت انا مش منعك تخلفي؟ يعني دلوقتي بقيت انا المشكله؟ معلش، اصل مش هتبقى المشكله فيكي وانا اللي هلبسها. هو مش انت شايله الوسيله وبرضه ما حملتيش؟ طب يا سيدي، انا شلت الوسيله وما حملتش، بس في حاجه اسمها سعي. في لما تبقى عايز حاجه بتسعى وتروح لها. انا عايزه اروح لدكتور، عايزه اعرف ايه المشكله عندي. في حاجه اسمها سعي؟ طيب وانت سعيتي بقى؟ عملتي ايه انت؟ انا عايزه افهم. خلاص بسيطه، النهارده نروح للدكتور ونعرف ايه المشكله. ما نروح في اي حته، انت هتخوفيني. هو ايه اصله ده؟ ما علقتش يعني من ساعه ما مشينا من عند الدكتور؟ ولا انت ما سمعتش بنفسك ان هو قال ان نسبه الحمل عندي بقت ضعيفه جدا او شبه مستحيله؟ انت بقى عايزاني اقول ايه؟ اتخرجت وحطيت لساني جوه بقي وانا متعصب عشان ما اقولش كلمه تجرحك، وقلت معلش اراعي مشاعرك، وقلت يلا اهو نواسي بعض. نواسي بعض؟ ده على اساس ان انا المشكله؟ مش انت اللي ضيعت عمري وضيعت فرصي في العلاج وضيعت فرصي في الحمل وضيعت سني وضيعت كل حاجه وضيعت امومتي؟ انت فاهم يعني ايه ضيعت امومتي؟ ضيعت امومتي ده على اساس ان انا هبقى اب لوحدي؟ ما انا كمان كنت عايزه ابقى اب. وبعدين انت المشكله، انت اللي عندك مشكله، انت كبرتي ومش قادره تحملي. ده يرجع لي انا في ايه؟ عشان انا ببساطه مشيت وراك. انت عبيت دماغي بجمله انا مش مستعد والوقت مش مناسب، وانا صدقت كلامك ده، وعمري ضاع مني اتسحب من غير ما اخد بالي. فضلت استناك تستعد، مره بتستعد ماديا ومره بتستعد نفسيا، وفي الاخر انا ما بقتش مستعده، جسمي خلاص ما بقاش مستعد. معلش انا ما ضربتكيش على ايدك، كله كان بموافقتك وبمزاجك وبالاقتناع. اتفقنا احنا الاتنين على كل الخطوات، وبعدين احنا في ايدينا احنا الاتنين دلوقتي عمالين نتخانق على ايه؟ افضلي حاولي. الدكتور ما قالش ما فيش امل، قال الامل ضعيف. ما قداميش حاجه غير المحاوله عموما. انا مش عارفه ليه حاسه كده ان انا جيت عطلت القمر ده عن النزول. لو الوقت مش مناسب اجيلك مره تانية. لا عادي يا طنط، ده انا كنت نازله اتمشى من الزهق، مفيش اي حاجه اعملها بدل القعده لوحدي. المهم هعملك حاجه تشربيها ونقعد نتكلم مع بعض. لا انا مش جايلك عشان اشرب حاجه خالص، انا جايه اكلمك فرصه ومحمود مش هنا، وجايه احللك كل مشاكلك والفراغ اللي انت فيه ده. مش انت لسه بتقولي انا زهقانه من قاعده لوحدي؟ انا جبتلك الحل، اقعدي بس. كلام يا طنط، قولي، مش فاهمه قصدك. قصدي ان انا عارفه ان الحاجه الوحيده اللي بتقضي على الملل والوحده بتاعت الست تحديدا هي حته عيل، وعارفه ان انت نفسك تبقي ام، وانا كمان عايزه اشيل حفيدي. ما انا بحاول يا طنط، في ايدي ايه؟ بس تقريبا انا اتاخرت قوي. مفيش حاجه يا حبيبتي ابدا بعيده عن ربنا، المهم ان احنا نفضل مصرين ونفكر في حلول مختلفه عشان نعرف نخلف. وحضرتك شايفه ايه الحل؟ اديني بحاول. يا حبيبه قلبي، لو انت اتاخرتي في غيرك ما اتاخرتش، ولو انت كبرتي شويه ولو انك زي القمر في غيرك لسه صغيره، ولو انت مش قادره على الخلفه ممكن يتجوز غيرك تكون قادره. الحل ان هو يتجوز عليا؟ جوزك لازم يتجوز عليكي. يعني انا بعد كل اللي عملته معاه ده وبعد كل التأجيل اللي انا أجلته في الخلفة عشان خاطره هو كان بيطلب ده، يبقى الحل ان هو يتجوز عليا انا؟ بس مش بالشكل اللي انتي فاهماه يا بنت، ده انت حبيبتي، يتجوز عليكي لمصلحتك. امال بأنهي شكل يا طنط؟ كلميني. بشكل وسيلة، مصلحة، تكون عيلة صغيرة ملهوفة على الجواز عشان اهلها فقراء او حالتهم متواضعة، وساعتها هو هيتجوزها وهي تبقى البطن اللي بتحمل، واول ما تحمل العيل هيبقى بتاعك، هنجيبه ليكي وتشبعي منه ويشبع منك عادي. لا معلش يا طنط، ايش ضمني؟ ما هو ممكن يروح يحبها ويبقى عايز يعيش معايا لوحدها، وساعتها يرميني انا ومبقاش ليا لازمه. انت شكلك هتتعبيني. يرميكي ايه بس يا حبيبتي؟ هو حد يعرف يسيب القمر ده ويبقى مع حد تاني؟ انت مش شايفه نفسك عامله ازاي؟ مش عارفه جوزك بيحبك قد ايه وبيموت عليك ازاي؟ مين دي اللي هترمي ابنها كده لوحده تقعد معاه؟ ومين اللي هتخلف عشان خاطر حد تاني يتبسط؟ الكلام ده فين؟ ده مش في الواقع. لا بقى معلش، سيبي الواقع ده عليا انا. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه ولا ايه؟ كله بيمشي. عموما وافقي انت من حيث المبدأ،
وسيب الواقع والتطبيق والتنفيذ عليا انا. مش هقدر ارد على حضرتك دلوقتي خالص، لازم لما يجي اقعد اتكلم معاه وافهم دماغه فيها ايه عشان اعرف نيته ايه من ناحيتي. لا طبعا انا مش هضغط عليكي، خدي وقتك وفكري، ده قرار مش سهل. عموما انا همشي وهستناكي تردي عليا، بس فكري هتلاقي ان انا مش بعمل لمصلحه اي حد غيرك. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. مع السلامه يا طنط. مامتك كانت هنا، جت اتكلمت معايا في اللي انت مش عايز تفتحني فيه. وايه هو بقى اللي انا مش عايزه افتحك فيه؟ ان انت تتجوز واحده تانية عشان تخلف منها. لا وقال ايه، انا اللي الطفل هيقعد معايا اغلب الوقت ان ما كانش كله. لا انت اكيد قصدك ان انا اتجوز تاني علشان انت اللي تاخدي العيل تربيه، عشان هي تخلف وانت اللي تتبسطي، عشان ما تحسيش ان في احساس امومه فاتك. انا لو عليا ولا عايز جواز ولا عايز خلفه. طب وانا اضمن منين؟ اضمن ان انت مش هتنساني وترميني؟ ما يمكن هي تبقى الكل في الكل بعدها، هبقى انا واحده ماليش لازمه اعرف. انا مفيش حاجه اعرف اقدمها لك تضمني بيها اي حاجه قدام غير كلمتي. انا لو كنت عايزه ارمي ولا ابيع كنت عملت كده من زمان. انا كان ابسط ما عليا ان انا اخليكي مش على ذمتي واروح اتجوز تاني وعادي، وساعتها محدش هيقول انت غلطان في حاجه. لكن انا عندي اصل وما فرطش في اللي وقفت جنبي. انت استحملتي معايا حاجات كتيره جدا، انا كل اللي بعمله تاني علشانك انت. انا مش في ايدي حاجه غير ان انا اوافق. خلاص انا عمري عمال يضيع مني، دي اخر فرصه واخر امل ليا ان انا بقوم. ويا ستي عشان تطمني خليكي حاطه في بالك ان مفيش اغلى عندي منك انت، وعمر ما هتيجي واحده تاخد مكانك في قلبي، ولا قبل كده ولا بعد كده. لو توعدني ان كل اللي انت بتقوله ده هيحصل انا موافقه. باذن الله ربنا مش هيعمل الا الخير. وايه رايك ان انا مش هتجوز اي واحده؟ انا مش هتجوز الا اللي انت تشاوري عليها وتبقي راضيه بيها. ربنا يستر. هو انت حتى مش هاين عليك تيجي تجيب اوردر وحاجه الشهر على البيت؟ انت بتبعتها لي مع حد للدرجه دي؟ خلاص ما بقتش عايز تشوف وشي؟ ايه دي النكد اللي انت فيه؟ هو انت يا بنتي ما فيش حاجه بترضيكي؟ انا قلت ابعت لك الحاجه علشان ما تستنيش لحد اما افضى واجي، علشان ما ينقصكيش حاجه، تبقى حاجتك كلها عندك. هو ايه اللي يرضيني في كده؟ انت حتى بقتش معبرني. ده اللي انت هتتجوز علشان خاطري وعلشان يبقى عندنا بيبي. انت اصلا مش معبر الست اللي انت اتجوزت عشانها. الهانم التانية طبعا خلاص خدتك، خلاص انا بقاش ليها لازمه. بطلي هبل ونكد، انا مش عايل عشان حد ياخدني. وبعدين اللي انت بتتكلمي عنها دي تبقى مراتي وعلى ذمتي. اقعدي كده وفتحي الشنط وشوفي لو ناقصك حاجه ابعتيلي ابعتها لك فورا. انا مش عايزه كل اللي انت جايبه ده، انا عايزاك انت زي ما كنا بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض. هي للدرجه دي يعني خلاص بقيت بتحبها هي؟ تعالى اقعد معايا ونتكلم. انت المفروض ان انت اتجوزت تاني علشان خاطري، علشان ترضيني. لا ما هو كده كده انا عارف ان مفيش حاجه بترضيكي، ودايما انا السبب في كل حاجه وحشه بتحصل لك. وبعدين بطلي الكلام الفاضي ده، احبك ايه واحبها ايه؟ انا راجل شغال فوق ال 14 ساعه في اليوم، وانا كده كده كنت ناوي اعدي عليك النهارده، انا بس كنت مستني اخلص اللي ورايا. عشان خاطري ما تتاخرش عليا. انا اصلا مش هعمل حاجه بالحاجات دي ولا هطبخ حاجه غير لما انت تيجي. هعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. اعملي اللي انت عايزاه واريح لك، انا كده كده ماليش نفس الحاجه. سلام. في ايه بس يا حبيبي؟ مالك متعصب ليه؟ انا مش عارف ايه اللي خلاني ارد عليها، انا حاسس ان انا جبته لنفسي. يا ريتها تيجي تشوفك ولا تشوف طريقتك عامله ازاي. يلا قوم بقى عشان تخلص اللي وراك وترجعلي على طول، لان انا حاسه ان انا تعبانه النهارده مش قادره اقعد لوحدي. على فكره انا قلت لك ان انا هفتحها في الموضوع، بس اللي انا مش فاهمه انت ايه مصلحتك في حاجه زي دي؟ انا ماليش مصلحه، انا بس عايزه راحتك، ما تبقاش متشتت بين هنا وهناك، وفي نفس الوقت هي مراتك، مش عايزه ضميرك يأنبك من ناحيتها. وبعدين حرام، هي كمان ما عندهاش اطفال، يعني ما فيش حاجه تشغلها. يا ريتها تيجي تسمعك، مش بقول لك انسانه. اديني جيت اهو. الحمد لله على السلامه، انت لسه فاكرني؟ ايه بقى الفيلم اللي انت عاملاه لي ده كله على التليفون؟ صدقني انا ما قصدتش ابقى نكديه خالص، بس انا بجد بقيت طول الوقت لوحدي. انت حتى ما بتجيش تبات عندي خالص، انت مش عايز تقعد معايا. ما هو انا ما باجيش ابات عندك ليه؟ ما هو من اللي انت بتعمليه ده، اول ما بتشوفيني بتشتغلي زنه انا مش فاهم على ايه، ببقى عايزه اقوم اخد بعضي وامشي. لا لا خلاص ما تزعلش نفسك، انا صدقت ان انت جيت، انا طول الوقت قاعده لوحدي. وانا سايبك قاعده لوحدك ليه ان شاء الله؟ مش ده اتفقنا انا وانتي ان انا اتجوز تاني عشان مراتي التانيه تبقى حامل، عشان انتي تشوفي طفل، وهو حصل اديها بقت حامل، عايزه ايه تاني؟ حامل؟ حامل. مالك اتصدمتي ليه؟ مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ ما كفايه بقى، احنا هنفضل نكذب على بعض لغايه امتى؟ هو انت مصدق ان انا هاخد طفل من حضن مامته، ولا ان هي هتقبل بحاجه زي دي؟ انا سكت واتخرجت عشان انا مش قادره اجيب لك طفل، فطبيعي ان انا اسيبك تجيبه من واحده غيري. انا ما قلتش ان انا هاخد العيل من حضنها واديهولك، انا قلت يقعد معاكي اغلب الوقت. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا تعبت، مش قادره افضل الومك ان انت السبب في ان انا اجلت الخلفه لغايه ما بقتش قادره اخلف تاني، ولا قادره اتكلم في الموضوع، ولا بيتي هو بيتي ولا علاقتنا هي علاقتنا. ايه رايك بدل ما انت تبقى قاعده لوحدك هنا اجيبها ونعيش كلنا هنا مع بعض؟ تيجوا تقعدوا معايا هنا؟ اقعدي، اكيد انا مش محتاجه اعرفكم على بعض. هاي، ازيك عامله ايه؟ انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليكي.
انا عارفه ان الموقف غريب شويه، بس اكيد مصيرنا هنتعود على بعض. ما هو الموقف فعلا غريب، انا اصلا مش عارفه حتى اقولك ايه. عقبال ما انتي تفكي التوتر اشوف انا محتاجه اغير ايه في البيت. بقولك يا حبيبي انا عايزه اجدد شويه حاجات. من غير ما تقولي، شوفي انت عايزه تغيري ايه وعايزه تعملي ايه وانا معاكي. وبعدين عايزه الاوضه الماستر تبقى جديده، مش عايزه انام في اوضه انتوا كنتوا بتناموا فيها مع بعض. الاوضه الماستر؟ ايه علاقتك بالاوضه الماستر؟ مش عشان حاجه، عشان احتفظ بخصوصيتك انتي. خصوصيتي؟ فتنامي في اوضتي ازاي يعني؟ مش فاهمه. امال هنام فين حبيبي؟ ما تتكلم. ما هو طبيعي ان هي عروسه جديده هتنام في الاوضه الكبيره، واكيد انا وهي مش هنعرف ننام على السرير الصغير. ما تشغلي دماغك شويه. هو انت اي حاجه بتوافقها وخلاص؟ طب ما تنام هي في الليفينج ولا في اوضه الضيوف؟ ليه اطلع انا من اوضتي؟ عشان ان شاء الله يا رب اول ما يجي البيبي على خير تبقى انت اوريدي متعوده على النوم في اوضه الاطفال. اول بس ما يجي يتعود ينام جنبك. ايوه انا فعلا نفسي انام مع البيبي العمر كله كمان، بس لسه بدري قوي على الكلام ده. ايه اللي يخلينا نعمل ده من دلوقتي؟ لا هو معلش انا اللي لازم احدد. انا حامل وتعبانه وانت المفروض تراعي ظروفي. انا ست على فكره. وبعدين انا ناسيه هتراعي ظروفي ازاي وانت مش فاهمه اللي بمر بيه. المهم ان انا ما اقدرش انام على الاوضه اللي جوه دي، لازم سرير كبير وسرير معين انا اللي هجيبه بمواصفات من حد عشان خاطر ظهري. مش فاهمه مواصفات ايه؟ ما كلها سراير زي بعضها. وبعدين هو انت مقتنع بالكلام ده؟ انا مقتنعه، ولو ما كنتش مقتنعه بالكلام ده ما كانش اتقال. انا اصلا مرسيه على كل حاجه هتمشي في البيت ده ازاي قبل ما تيجي. طيب المهم لو مش هتعبك انا هاكل النهارده سوتيه وماش وجريلد تشيكن. انت عارفه لازم اكل اكل معين عشان الحمل. وعايزه بطاطا مشويه بيقولوا مفيده قوي. ومعلش استاذنك بس عايزه افضي الشنطه، الحارس هيطلعها دلوقتي. هو مفيش تعب ولا حاجه، بس انا فعليا طبخت وما عملتش اللي انت قلتي عليه ده. وبعدين شنطتك انت احسن تفضيها لنفسك عشان تعرفي تحطي اماكن الحاجه. هو في ايه؟ هو كل حاجه عشان تعمليها لازم نقعد نبرر فيها؟ هو ليه الموضوع فيه كلام كتير ورايح جاي؟ ما تعملي الاكل اللي هي طالباه عشان صحتها واللي في بطنها. وايه مشكلتك ان انت تفضي شنطتها؟ الست تعبانه. حبيبتي خليكي لطيفه معايا، انا ست حامل، نعدي بس الكام شهر اللي جايين. خلاص تمام هعمل كده، الموضوع مش مستاهل، بسيطه. يلا انا قايمه اغير. حبيبي هستناك جوه. هو انت ليه سايبها من اول يوم تبيع وتشتري فيا بالطريقه دي؟ ليه ما بتقولش حاجه واحده في صفي؟ ليه على اي حاجه هي بتقولها انت بتوافق؟ اولا صوتك معلش، ثانيا اللي انا بقوله يتنفذ وبالحرف الواحد. انا مش عايز مشاكل وحوارات من اولها. انا مش معليه صوتي، انا بكلمك عادي بحاول افهم ايه الموضوع. وانا مش في مجال ان انا افهم حاجه دلوقتي. الكلام ده كان يخلص قبل ما تيجي. انا اتفقت معاكي وانتي وافقتي، وبعد اذنك ما تحربيش عن ان اللي في بطنها ما يجيش. على فكره انت ما ينفعش تحطني قدام الامر الواقع بالطريقه. ايه ده؟ هو ايه الصوت اللي جوه ده؟ حبيبتي انتي كويسه؟ ما ينفعش اكون داخله اغير الاقي حضرتك سايبه هلاهيلك دي في الاوضه. ايه اللي انت بتعمليه في حاجتي ده؟ قلقتيني عليكي يا شيخه، افتكرتك فيكي حاجه. وانت عارفه ان انا جايه ولازم تكوني مفضيه المكان وعامله حسابي. هو انت بتزعقي وتتكلمي كده مع مين؟ بتكلم كده معاكي انت عشان انت عارفه ان انا واحده حامل، وعارفه ان طبيعي ان انا هاجي هنام في الاوضه الكبيره. تلقائيا كنت المفروض تفضيها لي بدل ما اجي انا بالتعب اللي انا فيه افضل ارمي القرف بتاعك ده على الارض. ممكن تهدي وانا اخليها تعملي كل اللي انت عايزاه. هو انت بجد ساكت ليه؟ انت مش شايف هي بتتكلم معايا ازاي؟ شايف، وشايف ان من الذوق ان انت كنت تفضلها الاوضه. زي ما انت مراته وانا كمان مراته. لا ده انا مش بس مراته، انا مراته اللي شايله ابنه في بطني اللي انت مش عارفه تخلفيه. انا بقولك تاني خدي بالك من كلامك، انا مش مضطره تماما ان انا اقبل باسلوبك ده ولا بالوضع ده كله. لما انت مش عاجبك ما تاخدي بعضك كده هيلا بيلا واطلعي بره. قاعده بتعملي ايه؟ قابله على نفسك كل ده ليه؟ انت لو هتفضل واقف ساكت تتفرج علينا انا هتصل دلوقتي حالا بماما وهلبس وهمشي من البيت ومش هرجع تاني. هو من زمان محدش قالك اقعدي، على فكره كنت انت اللي قاعده بمزاجك. تمام، في 60 داهيه. انا ولا جايه اخد ولا ادي، انا جايه اخد بنتي بشنطه هدومها وامشي من هنا. وعلى فكره انا كمان ولا عايزه اخد وادي، وعايزه اخرج بالمعروف من زمان، بس بنتك هي اللي كانت ماسكه فيا. وانا على فكره قلت لها اسالها، قلت لها ان انت عندك اصل مع ناس مالهاش اصل، وبتحسي مع ناس ما عندهاش احساس، وبتراعي ربنا مع ناس ما بتتقيش الا فيكي. وقلت لها برضو ان ضعفك ده هيخليكي تتنازلي وتقبلي بحاجات ما تليقش بيكي، ويخليكي تنسي نفسك وتنسي قيمتك. وقلت لها برضو ان يمكن ضاع كام سنه من عمرك بس لسه انت موجوده وشبابك وكيانك، وانك ما ينفعش تتذلي لحد ولا تتهاني من اي حد. وقلت لها ان اكبر غلط ان هي مشيت وراك. وقلت لها برضو ان الطيبه مع الناس الاستغلاليه غباء، وان الناس اللي بتقدم اي حد على حساب نفسها هي اللي بتخسر. فانا لو عليا قلت لها كتير قوي ما تقلقش، وجه الوقت اللي احنا نصلح بيه كل القرارات الغلط اللي هي رضيت بيها. عشان خاطر واحده زي دي ترميني؟ انا
انا اللي استحملتك في كل حاجه وحشه في حياتك، ولما ربنا كرمك ووقفت على رجلك انا اول واحده اترمت. يلا يعني ايه واحده زي دي؟ بقولك ايه، خليها تركز كويس قوي في كل كلمه بتقولها عليا بعد اذنك علشان خاطري انا اهدي. خدي بالك انا مش هرحمك لو غلطتي، صدقيني محدش هيعرف يشيلك من ايدي. وانتي بقى يا حرام غلبانه فاكره ان الدنيا مش هتلف وتدور ويجي الدور عليكي؟ اللي رمى غيرك بعد 10 عمر واستحملت كل حاجه علشانه عادي جدا يرميكي. داين تدان. هو انت ازاي سايبهم يتكلموا معايا بالطريقه دي وباي وجه حق يهنوني بالطريقه دي؟ على فكره انا مراتك. في ايه مالك؟ انت كويسه؟ بطني. انا هكلم الدكتور. اللهم لا شماتة. عمل سيئة فلا